السلام عليكم، انا كينج سكال، والنهارده هعرفك شويه حاجات لازم تعمل حسابك فيها لو هتتراك في قلب اونلاين. وقبل ما نبدا بفكرك باهلك واخواتك، ربنا يكون في عونهم وربنا يرحم شهداء المسلمين اجمعين. ومن غير ما اطول عليك يا عزيزي خلينا نبدا. ثواني يا عزيزي، عايز اعرفك على الابلكيشن ليجو فاست، احسن في بي ان ممكن تستخدمه، عشان ليجو بيستعمل نظام في بي ان قوي قوي، وهو بيشوف لك اقوى واحسن مسارات النت اللي توصلك بسيرفرات اللعبه او اللانشر اللي انت بتلعب عليه، فبالتالي بيقلل البنج وتقدر تلعب براحتك. وفي نفس الوقت ليجو مش بس في بي ان، ليجو هيساعدك تحسن جهازك، عشان هو بيقلل الحمل على الرامات من طريق السوفت وير او عن طريق السوفت وير. ما علينا، انا بستخدم ليجو فاست كتير الفتره دي عشان اقدر العب العاب كتير قوي مش موجوده في مصر، وهو فيه اكتر من 1000 لعبه، واكيد لعبتك المفضله هتكون فيهم ان شاء الله. وعشان تعرف يا عزيزي ان انا بحبك ازاي، ده برومو كود على نسخه البريميوم من ليجو فاست، عايزك تحمله وتقول لي رايك هل ساعدك ولا لا. ونروح للفيديو. بص يا عزيزي، قبل ما اقول اي حاجه، التراك من غير ما يكون التانك والهيلر فاهمين، خصوصا الهيلر كمان مره هيكون مستحيل، وهوريك في الفيديو ده ليه. بس في العموم التراك النهارده اللي انا بتكلم عليه ده التراك التير 8، اللي اقل من كده عادي ممكن تطلع باي بلدات وممكن تطلع تلوش، كده كده هتعرف تقتل الموب ان شاء الله. بس المهم خلينا في الاول نبدا بالتانك. التانك احسن سلاح ليه هو الانكوبوس، حرفيا هي الافضل، وتقريبا وحسب ما انا جربت، خصوصا ان انا اخر فتره دي ما بلعبش غير تانك بس، تقريبا مفيش ميس احسن من الانكوبوس بالنسبه للتراكنج على كل الموبات عموما. ليه؟ لان الانكو بتشيل جزء من الهيل بتاع الموب على حسب انت لابسها تيب كام وكده، فده اكيد هيساعدك جدا كتي بي اس. ده غير انها بتعمل شويه ديبافات ثانيه وشويه حاجات كده. خلينا نروح بقى للاوف هاند، اللي هيريت يكون شيلد اللي اسمه الساركوفاجز، يا رب اكون بنطق اسمه صح، وهتجيبه ايكوال 7 او 8، ويا ريت بقى لو تخليه كده حاجه عاليه، عشان اوف هاند هي احسن حاجه تزود لك ديفنس، لان في موبات حرفيا بتطحنك بجد بتطحنك. والهلمت بتاعتك هتكون سولدر هيلمت، ودي ثابته ما بتتغيرش، واي شوز من اللي بيرجعوا كول داون، يعني الشوزات اللي هي بتاعت لبس الجلد والحاجات دي، مفيش حاجه معينه، اي شوز عادي واظبطه على السكيل اللي في النص. وفي الاخر خالص الارمور، اللي هيكون حرفيا اي ارمور يعمل السكيل بتاعته على الطن، تمام؟ حرفيا اي ارمر، انا ما باخدش معاه غير الطنط، لان الموبات بتغير ارجو بطريقه بايخه، فهو احسن حاجه، وخصوصا اللي قدام البيج ماما. والكيبه بتاعتك هتكون ديمون كيب، دي افتكاسه من عندنا بس بصراحه عجبتني جدا، وهي انك بتوقع شويه لافا على الارض، الموب بيفضل دايس فيها، بتفضل تدمجه، وبتساعد جدا في الدي بي اسات، وبصراحه انا شايفها حلوه جدا. بجيبها معايا وبعد 3 بتبقى ايكوال 7 يعني، وبتبقى 120000 تقريبا. والفود بتاعك هيكون بيف ساندويتش او لاشو ساندويتش، الاثنين كويسين، بس لاشو هيبقى احسن لو الهيلر اللي معاك مبتدئ، عشان هو بيزود نسبه الهيل اللي انت بتاخدها من الهيلر وكده. وفي الاخر خالص بقى اللي هو البوشن، وخد البوشن اللي بيلوز الاجرو، ناس اسمه دلوقتي فهحط لك اسمه هنا والصوره بتاعته. وفي العموم كل بص فيهم ليه دبليو معينه، وكل تير بيفرق معاك في قوه الموب بشكل مرعب. انا لما كنت باخد نفس هو الموب في تير 4 غير تير 8 تماما، حرفيا الفرق مرعب جدا. زائد انت لو طلعت اقل من 1200 اي بي بجد هتزعل او هتتهان بمعنى اصح، ويا ريت لو تطلع 1250، عشان بصراحه لو جالك اللايت كولر هتزعل. يعني اللايت كولر بيحتاج نفس طويل قوي في الدي بي اسات، وبيحتاج ليد كويس بسبب الكور اللي بيطلعها. المهم نروح للهيلر. الهيلر هنا عنده خيارات كتير قوي بصراحه، او مش قوي يعني، هم 3 خيارات: الهالو فول، الجريت هولي، والهولي ستاف. التلاتة كويسين بس على حسب، يعني كمثال رقم 1 الهالو فول، دي هتتاخد لو ناوي تلعب بي في بي، يعني لو ناوي في اي لحظه تقلب الفايت لبي في بي، اكيد يعني الهالو فول هتكون هي انسب حل معاك. رقم 2 الجريت هولي، لو انت طالع معاك ناس يعني مع كامل احترامي مش بتعرف تدوج او مبتدئه او ايا يكن بالكلام ده، فبجد الجريت هولي هي انسب حل واحسن حل اكيد، عشان تقدر تهيل تزق الموبات بعيد، تعمل يعني شويه افكتات حلوه. لو ليدر يعني مضحي بنفسه وكده ممكن يعرف يلحقك من بارتي جاي جنك عليك، فاكيد الجريت هولي هي انسب حل. واخر حاجه معانا وهي الهولي ستاف، لو الستاف العاديه دي بتاخدها لو انت ناوي في اي لحظه تاخد اي شيست جولد معاك في الافا، ولازم تكون طالع او البارتي كلها تكون طالعه ايكوال 8 اقل حاجه و1300 اي بي تقريبا، او 1320 مينيموم. المهم نروح للبيلد بتاعتك، اللي هتكون جريف جارد هيلمت ثابته، ومرسينري شوز ثابت، والليم هيرست كيب برضك ما بتتغيرش. والفود بتاعك هيكون بورك اومليت، والبوشن على حسب الليدر هيكون عايز ايه. الروب بقى هو اللي بيتغير مع العصايه، يعني لو هالو فول فاكيد هياخد الروب اوف بيورتي او الكليريك روب، ولو جبت هولي فممكن الرويال روب او الرويال جاكيت. ولو هولي عاديه فدي يعني لازم الليدر هو اللي يحدد، لان هو اللي بيكون ناوي ياخد شيستات برضك في الافا، فبتمشي برضك على حسب الليدر وكده. بص يا عزيزي اعرفك بس حاجه على السريع كده خارج السكريبت بتاع الفيديو، اي روب هتلبسه بيزود نسبه الهيل بتاعتك، فلازم دايما لو انت ليدر بتتفرج عليا او نفسك تبقى ليدر، لازم دايما تخلي الهيلر بتاعك يلبس روب، ماشي؟ لان هو بيرفع نسبه الهيل، وكل ما يسبك اكتر كل ما يزود نسبه الهيل اللي بيديها للتانك. وهنا
قصدي اي بوب مش بوب معين. المهم يا عزيزي انا كده خلصت الفولات الاساسيه، تنكول هيلر. نروح بقى للدي بي اسات. دي مش هقول البيلد، هقول بس الاسلحه على طول. بس في الاول هشرح لك ليه اختار الاسلحه دي. انت بتتارجت موب واحد بس ومعاك 3 دي بي اس، فالاحسن انك تجيب اسلحه بتعمل 1 تارجت دمج زي اسلحه البي في بي. زائد الاسلحه دي اصلا بتكون معاها في الدبليو بتاعتها نوع من انواع الديباف او الكراود كنترول، او انها بتساعدك عامه سبورت. يعني كل الدبليوات بتاعت تقريبا اسلحه البي في بي فيها افكت سبورت. المهم اول سلاح هبدا بيه هو اللايت كروسبو، قوي جدا والاي بتاعته بتعمل انفجار في اريا كبيره جدا، فبيساعدك انك تتخلص من الجولم زي بتاعه البيج ماما، فبجد كويس جدا في الحالات دي. تاني سلاح البولت كاستر، قوي جدا ضد كل البوسات ما عدا البيج ماما والشجره، عشان هما بينزلوا عيال وهو بيتارجت 1 تارجت حرفيا بس. المهم نروح لتالت حاجه وهي الفاير ستاف العاديه. دي حرفيا فول دامج وقويه جدا، وبشوفها الاحسن حرفيا بسبب الباسيف بتاعها اللي بيخلي الموبات تتحرق بعد ما تتضرب، فشايفها كويسه جدا بصراحه. رابع حاجه بقى هي كيرسي دي ستاف، بجد قويه جدا حرفيا قويه جدا وانا بحبها قوي. كل اللي عليك انك تبدا بالدبليو اللي بتكسر الديفنس وتجيب الاربع استكات بتوعك وترمي الاي، بعدها حرفيا الموب بيزعل بينهار. وخامس حاجه بقى هي البو، ودي كانت نصيحه من واحد صاحبي. انا لما جربتها في البو اللي هو الافالونيان ده ناس اسمه، ما حسيتهاش قويه جدا، بس لما جه واحد صاحبي معايا بالنورمال بو وهو مسبك فيه شويه، مسبك فيه 70 تقريبا، كانت قويه وعجبتني. فهضيف البو العادي، وممكن كمان اضيف البو في بدل، شايفه برضك يبقى كويس. واخر بقى حاجه معانا من الاسلحه اللي انا شايفها قويه جدا هي اللايت كولر. طبعا مش محتاج اقول ليه، لايت كولر جيب استكاتك، تحول الحمامه ولا العصفوره بتاعتك ده، نزل الاي جي جي. جولم بقى من البيج ماما هينتهوا، البيج ماما هتنتهي، شجره هتتولع، ما كلهم بينهاروا ما عدا واحد بس. بشوف اللايت كولر بالنسبه له يعني ملوش لازمه، ممكن حتى يقف بعيد كده ما يعملش اي حاجه، وهو الموب الجديد اللي اسمه شادو ماسك قناع الظل. بجد يا جدعان الموب ده بيفضل يتنطط ويداش ويعمل حركات غريبه، فلو اللايت كولر اهبل خلاص كده جي جي، مش هيعرف يجيب ايه صح فيه. المهم بقى نروح للاسلحه اللي حرفيا ما بتكونش قويه غير في ايد شخص فاهم امتى يضربها، فاهم في التراكنج، فاهم في الموبات اللي قصاده، يعني شخص ذو علم بالاسلحه دي وبالسرعه بتاعه الكول داون، وان الكاست تايم بتاعها قد ايه، والموب ده هيتحرك امتى، وحافظ التارجتات وحافظ حاجات كتير. يعني شخص فاهم. اول واحده هي الشادو كولر بسبب الاي بتاعتها اللي ممكن يضربها في حته والموب متحرك لحته تانية. تاني حاجه البليزنج دي اكتر حاجه بشوفها الاي بتاعتها بتتمس في ايد ناس فاهمه، فانا ضفتها وخلاص، ضفتها عشان خاطر محدش يزعل. واخر حاجه بقى هي اللي تشيل هاول. انا شفت اللي تشيل هاول قويه بس عبيطه، انا شايفها عبيطه في التراكنج. هي قويه بتطلع دي بي اس كويس ما اعرفش ايه، بس في التراكنج بحسها هبل خالص. يعني الاسلحه دي في ايد شخص مش مسبك فيها ومش فاهمان هيزعل وهيبقى طالع ملوش لازمه. المهم يا عزيزي اديك عرفت ايه الاسلحه الاحسن واشمعنى الاسلحه دي، وان شاء الله في الفيديو الجاي هوريك جيم بلاي اللي انا واصحابي، هوريك 21 مليون او ممكن اكتر جمعتهم في 3 ايام. كل يوم كنت بلعب 3 ساعات بس، وال 21 مليون دي كانت نصيب انا، يعني نصيب انا من الفلوس اللي احنا جمعناها كانت 21 مليون، وانا متاكد انها كانت اكتر، بس انا عملت اويكن للانكوبوس بتاعتي فصرفت منهم. صح انا فهمت اخيرا الاويكن بيتعمل ازاي. لو عايزين نتكلم عنه قولوا لي وعرفوني في الكومنتات، وان شاء الله انزل لكم فيديو عنه. زائد لو الفيديو عجبك قدرني بالاشتراك بتاعك عشان نفسي اوصل 10000 قبل اخر السنه دي، وان شاء الله وصدقني لو وصلت لها هدلعك فيديوهات بجد يا عزيزي، هدلعك فيديوهات، واللايك عشان بيساعدني جدا في الانتشار، وبرضك ان اعرف الفيديو ده عجبك ولا لا، وطبعا الكومنت بتاعك يا عزيزي اللي بيخليني اعرف انت عايزني اقدم لك ايه. والله يا عزيزي اشوفك الفيديو الجاي والى اللقاء.